الدوري الاسباني هاي المره مختلف، وهنا راح يجي لنا هذا السؤال: هو منو راح يفوز بهذا الدوري هذا الموسم؟ فتعال اقول لك شنو الاشياء اللي تغيرت واللي تحسنت هذا الموسم واللي راح تخليك متحمس ومتشوق لكل مباريات هذا الدوري. فعلى سبيل المثال الصفقات والتغييرات اللي سووها كل نادي، واللي مقتنع ان هاي الصفقات راح تحل المشاكل اللي صارت بالموسم السابق. وخلينا نبدا بنادي برشلونه الفايز بهذا الدوري بالموسم السابق، اللي ضبط اموره الماديه وجاب الصفقات اللي يحتاجها هانز فليك. فعدا موضوع المهاجم وصفقه الفاريز، جماهير برشلونه مستعده تراهن بهذا السكواد على انه يقدر يفوز بالثلاثيه المحليه. بينما على الجهه الاخرى الصفقات اللي سووها اليماني وكذلك سيميوني لاتلتيكو مدريد برايهم راح تحل المشاكل اللي صارت بالموسم السابق، الى درجه انه عدد اللاعبين اللي راح يغادرون هذا النادي اكثر من اللاعبين اللي تعاقدوا وياهم. ولكن على الرغم من كل هاي التغييرات، فسكواد اتلتيكو مدريد يبقى منافس حقيقي على هذا الدوري. واذا اجينا على النادي الملكي، فكل هاي التغييرات والصفقات اللي قدامك تثبت لك ان هذا النادي مستحيل يفرط باي لقب محلي هذا الموسم. فبعد كل هالمواسم الصفريه، بيريز هاي المره يراهن على مورينيو بانه يقدر يرجع هيبه النادي بالبطولات المحليه. وفوق كل هاي التغييرات زيد عليهم التحسينات والتغييرات اللي صارت داخل التحكيم الاسباني. فهاي المره دخلت تقنيات حديثه تمنع اي ظلم تحكيمي ممكن يصير لاي نادي. بس التغيير الحقيقي اللي صاير هالمره انك راح تقدر تتابع كل مباريات هذا الدوري باعلى دقه من خلال تطبيق المنصه، واللي كذلك راح يكون متوفر به كل مباريات الدوري الايطالي وكذلك احدث المسلسلات والافلام. وكل هذا راح يكون مجانا تماما اذا كان اشتراك الانترنت من الوطني من ايرث لينك. واذا اشتراكك مو من الوطني فكلش بسيطه، تقدر تحمل التطبيق وتشترك لمده شهر واحد ب 7000 بس. فايش منتظرين معودين؟ حملوا تطبيق المنصه واستمتعوا به هذا الموسم. بس هسه ما جاوبتوني، منو راح يفوز بالدوري الاسباني هذا الموسم؟